فيلم الابيض والاسود، تصوير واخراج الخواجه ابن البلد الفيزي اورفانيلي. فيلم الابيض والاسود انتاج شركه نحاس وعربيان فيلم. الفيلم فكره فوزي منيب الممثل والمخرج المسرحي، كان من اوائل اللي قدموا مسرح وسينما في مصر. اتولد سنه 1898 في القاهره، درس في مدرسه الخديويه الثانويه، وبعد ما خلص ثانويه اتفرغ للمسرح. انضم لفرقه علي الكسار وكان بينافسه في الادوار النوبيه بسبب بشرته السمراء. اشتغل في كذا فرقه مسرحيه وفي الاخر كون فرقه مسرحيه باسمه فرقه فوزي منيب المسرحيه. كان معاه الفنانه ماري منيب في الفرقه. اتجوز فتره ماري منيب وبعدها انفصلوا. في مجال السينما كان من اوائل ممثلين المسرح اللي اشتغلوا في السينما الصامتة في بدايتها من خلال فيلم قصير صامت اسمه الخالة الامريكانية سنة 1920 اللي اتكلمنا عنه في حلقة 9. تاني فيلم ليه فيلم خاتم سليمان، وكان برضه قصير صامت سنة 22 حلقة 9. وبعدها اشتغل في اول فيلم صامت طويل في بلاد توت عنخ امون سنة 23 حلقة 11. وبعدها فيلمنا الابيض والاسود اللي كانت فكرته. سنة 1940 عمل فيلم اسمه اصحاب العقول. هم دول بس الافلام اللي اشتغلها في السينما، وتوفى سنة 47. نشاطه اكتر كان في المسرح، ويبدو كده ان هو حب يجرب في السينما، فعمل الفكرة واداها لفؤاد الجزائرلي اللي كتب السيناريو والحوار. وطبعا جابوا الخواجة ابن البلد الفيزي اورفانيلي عشان يصور ويخرج الفيلم. الفيزي فعلا خواجه ابن بلد، لانه كان من اصل ايطالي لكن اتولد وعاش في اسكندريه. فهم الصنعه من اولها، من ايام ما كان صبي في استوديو عزيز ودوريس لحد ما بقى صاحب استوديو سينمائي كبير، وبقى له مدرسه اتخرج منها مصورين كبار بقى ليهم شأن. واتكلمنا عن استوديو عزيز ودوريس في حلقه 6، واتكلمنا عن الخواجه ابن البلد في حلقه خاصه حلقه 8 في بدايات السينما في مصر. الفيزي اورفانيلي في الفيلم بيقدم الممثل النوبي فوزي منيب او البربري المصري زي ما كانت اعلانات الفيلم بتقول، مع ممثل تاني ابيض عشان يكون منهم ثنائي الابيض والاسود. يعني اسم الفيلم اتحدد على حسب لون بشرة ابطال الفيلم. اللي عمل النص الابيض ممثل مسرحي اسمه محمد ادريس، وهو ممثل مسرحي ومونولوجيست. بدأ بالغنى في الصالات زي فرقة انصاف رشدي ومع بيبة عز الدين، وحاول يعمل فرقة مسرحية قفلها وانضم لفرقة فوزي منيب المسرحية. كان اول ظهور ليه في السينما في فيلمنا الابيض والاسود. اشتغل في أعمال سينمائية تانية، جابوا معاهم الممثلة بهيجة المهدي مليونيرة السينما اللي انتحرت في آخر أيامها. اتكلمنا عنها في حلقة 47 حلقة فيلم شالوم الترجمان. الفيلم اتعرض يوم 31 ديسمبر سنة 36 في سينما النهضة في القاهرة. الفيلم اتصور في 6 أسابيع طبعا في استوديو الخواجة ابن البلد في اسكندرية. تابعونا.